بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أولى إعدادي. بنكمل محافظات علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني. وصلنا لعند محافظة رقم 5، محافظة الشرقية، ودي صفحة 98 من كتاب بنك الأسئلة، من كتاب كراسة التدريبات. فهنفتح صفحة 98 من كراسة التدريبات، هنحل محافظة الشرقية علوم 2023 الترم التاني. وجبنا المحافظة محلولة علشان الفيديو ما يكونش طويل. أكمل ما يأتي. 1. الأحماض تحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، لأن الأحماض بتحمر صبغة عباد الشمس. 2. عندما تفقد الفلزات إلكترونات تكافؤها تعطي أيونات موجبة. العنصر الفلز لما بيفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير بيتحول إلى أيون موجب، إذن تعطي أيونات موجبة. 3. تستخدم أشعة جاما في اكتشاف وعلاج بعض الأمراض. استخدامها في مجال الطب في اكتشاف وعلاج بعض الأورام. 4. دي معادلة كيميائية، والمعادلات مهمة جدا في الامتحان. بنكمل المعادلة. NH3 النشادر أو الأمونيا بيتفاعل مع HCl حمض الهيدروكلوريك. لما النشادر أو الأمونيا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك هيتكون كلوريد الأمونيوم. كلوريد الأمونيوم NH4Cl. 5. من أمثلة الأملاح التي تذوب في الماء أي مثال لملح يذوب في الماء، وليكن ملح الطعام اللي هو ملح كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم. أكبر الكواكب حجما هو المشتري. أكبر كوكب في كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب المشتري. وطبعا أصغر كوكب من حيث الحجم هو كوكب عطارد. اكتب اسم كل مركب. NaOH ده هيدروكسيد الصوديوم. HCl حمض الهيدروكلوريك. Al2O3 أكسيد الألمنيوم. CuCO3 كربونات النحاس. مخطط المقابل. ما الذي تدل عليه الأرقام؟ رقم 1. الحجر الجيري هيتحول إلى رخام بالضغط والحرارة الشديدة، لأن الصخور المتحولة اللي منها الرخام بتتكون إزاي؟ نتيجة تعرض الصخور اللي موجودة على سطح الأرض للضغط والحرارة الشديدة. فواحد ضغط وحرارة شديدة. 2. ده تفتت ونقل وترسيب علشان الرخام يتحول إلى حجر جيري. الحجر الجيري ده حجر رسوبي أو صخر رسوبي. الصخور الرسوبية بتتكون ب3 خطوات: تفتت ثم نقل ثم ترسيب. تفتت ونقل وترسيب. 2. ما الفرق بين الحجر الجيري والرخام؟ طبعا الحجر الجيري من الصخور الرسوبية، أما الرخام من الصخور المتحولة. اكتب المصطلح العلمي. 1. مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة مرتبطة مع بعضها وتسلك سلوك الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي، ده تعريف المجموعة الذرية. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، ده تعريف الحركة الدورية. كتل صخرية صغيرة تحترق كليا عندما تخترق الغلاف الجوي للأرض، دي الشهب. ليه مش النيازك؟ لأنه قال لي بتحترق كليا. هتحترق كليا وتسقط على هيئة سهام ضوئية، دي الشهب. رابطة كيميائية تنشأ عن قوة تجاذب كهربي بين أيونين مختلفين في الشحنة، الرابطة الأيونية. طالما قال لي أيونات موجبة وسالبة أو أيونين مختلفين في الشحنة، فإذا دي الرابطة الأيونية. عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، التكافؤ.
الموجات التي يلزم لانتشارها وجود وسط مادي ولا تنتشر في الفراغ دي الموجات الميكانيكية. الموجات الميكانيكية. اذكر الرقم الدال على 1 متوسط نصف قطر كوكب الأرض. ده في درس كوكب الأرض ذكر لي إن نصف قطر كوكب الأرض بيساوي 6386. الإجابة 6386 كيلو متر. 2 تكافؤ الهيدروجين. الهيدروجين تكافؤه أحادي، ولكن هنا طالب مني أكتب الرقم أحادي، فالتكافؤ 1. نسبة الكائنات الحية التي تعيش في المياه بالنسبة للكائنات الحية 50%. يعيش في البيئة المائية أكثر من 50% من نسبة الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض، ف50%. عدد المعادن المكونة لصخر البازلت 3 معادن. 3. احسب مجموع كتل كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل التالي. معادلة التفاعل: المغنيسيوم Mg هيتفاعل مع غاز الأكسجين O2، هينتج من التفاعل أكسيد المغنيسيوم MgO. وكتب لي معادلة التفاعل موزونة. كتبنا المعادلة مرة تانية. عايزني أحسب كتلة المواد الداخلة في التفاعل واحسب كتلة المواد الناتجة من التفاعل، علما بأن الكتل الذرية الجرامية للعناصر المتفاعلة Mg المغنيسيوم بيساوي 24، والأكسجين بيساوي 16. فدي معادلة التفاعل اللي جابها لي في السؤال، وطبعا هو ادالي المعادلة موزونة. بنحسب أولا كتلة المواد الداخلة في التفاعل. 2 Mg يعني 2 ذرة مغنيسيوم، الذرة الواحدة ب24، 2 في 24 زائد O2 جزيء أكسجين في ذرتين، الذرة ب16، 2 في 16. هنطلع الناتج 32 زائد 48 80 جرام. إذن كتل المواد المتفاعلة بتساوي 80 جرام. نحسب كتلة أو كتل المواد الناتجة من التفاعل. هنحسب كتلة MgO وبعدين نضربها في 2. MgO الجزيء الواحد فيه ذرة مغنيسيوم وذرة واحدة أكسجين، 24 زائد 16 في 2. هنجمعهم على بعض 40 في 2، 40 في 2 80 جرام. إذن كتل المواد الناتجة بيساوي 80 جرام. كده حلينا السؤال، حسبنا كتلة المواد المتفاعلة 80 جرام وكتلة المواد الناتجة 80 جرام. طبعا كده تحقق قانون بقاء المادة، ده دليل إن المعادلة موزونة. اختر الإجابة الصحيحة. 1 يدخل المغناطيس الكهربي في صناعة الجرس الكهربي. هنختار الجرس الكهربي. 2 يمكن أن تصنع أسلاك الكابلات الكهربية من عنصر عدده الذري 13، لأن العنصر اللي عدده الذري 13 ده الألمنيوم، والألمنيوم عنصر فلز، وعناصر الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء. المجموعة الذرية الوحيدة الموجبة هي الأمونيا. الأمونيا NH4 دي مجموعة ذرية موجبة الشحنة. أما النترات، الهيدروكسيد، الكربونات دي مجموعات ذرية سالبة. من الأجرام السماوية وتتكون من رأس وذيل هي المذنبات. هنختار المذنبات. المذنب أو المذنبات دي أجسام بتدور حول الشمس في المجموعة الشمسية، وكل مذنب بيتكون من رأس وذيل. 5 عمل فرامل السيارة من التطبيقات على قوة الاحتكاك. من التطبيقات على قوة الاحتكاك، لأن عند الضغط على الفرامل بيحدث احتكاك بين الفرامل والإطار، بالتالي هنا بيحدث احتكاك.
علل اندفاع ركاب أو راكب الحافلة المتحركة للأمام عند التوقف فجأة بسبب قوى القصور الذاتي. القصور الذاتي للراكب يجعله يقاوم حالة السكون للاحتفاظ بحالة الحركة التي كان عليها. النتيجة إن هو بيندفع إلى الأمام. فهنشرح الجزء ده أو هنشرح الإجابة. بسبب قوى القصور الذاتي تجعل الراكب يقاوم حالة السكون للاحتفاظ بحالة الحركة التي كان عليها فبيندفع إلى الأمام. الرابطة في جزيء الأكسجين O2 تساهمية ثنائية، لأن كل ذرة أكسجين تساهم ب2 إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي. احسب وزن جسم كتلته 100 كيلو جرام، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 9.8 متر على الثانية تربيع. بنكتب القانون. القانون بيقول وزن الجسم بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. نعوض في القانون. الكتلة اللي هي كتلة الجسم 100 كيلو جرام في عجلة الجاذبية الأرضية قال لي 9.8. 100 في 9.8 بيساوي 980. الوزن وحدة قياسه نيوتن. إذن وزن الجسم بيساوي 980 نيوتن. السؤال الرابع ألف، ضع علامة صح أو علامة خطأ. 1. توجد الغازات الخاملة في صورة جزيئات ثنائية الذرة العبارة خطأ. ليه؟ لأن العناصر الخاملة أصلا أو الغازات الخاملة لا تدخل في تفاعل كيميائي، بالتالي جزيئاتها أحادية الذرة. أحادية الذرة وليس ثنائية الذرة. 2. طبقة اللب الداخلي للأرض غنية بالحديد والنيكل العبارة صح. 3. استنشاق غاز ثاني أكسيد الكبريت يسبب صداع ودوار خطأ، لأن الغاز اللي استنشاقه بيؤدي إلى صداع ودوار هو غاز أول أكسيد الكربون وليس غاز ثاني أكسيد الكبريت. 4. في الأيون الموجب لذرة عنصر يقل عدد مستويات الطاقة عن عدد مستويات الطاقة لذرته العبارة صح. العنصر الفلز، لأن علشان العنصر الفلز يتحول إلى أيون موجب فلازم الذرة تفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. الذرة هتفقد الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير فبتتحول إلى أيون موجب. علشان كده الأيون الموجب عدد مستويات الطاقة فيه أقل من الذرة، لأن الذرة فقدت إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. أذكر أهمية واحدة لكل من. 1. غاز ثاني أكسيد الكربون تستخدمه النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي. 2. الأشعة تحت الحمراء تستخدم في طهي الطعام لأن لها أثر حراري. 3. الغلاف المائي للأرض. طبعا الماء أو المسطحات المائية أو الغلاف المائي على كوكب الأرض ليه أهمية، فلولا وجود غلاف مائي أو ماء على سطح كوكب الأرض لما كانت هناك حياة. فالغلاف المائي للأرض طبعا ليه أهمية وليه كذا أهمية، فهنكتب أهمية واحدة. أي أهمية، وليكن مثلا تعيش في البيئة المائية أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية. تعيش في البيئة المائية أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض. غاز الأكسجين تستخدمه الكائنات الحية في عملية التنفس. طبعا لو مفيش غاز أكسجين في الهواء الجوي أو في الغلاف الجوي لانعدمت الحياة على سطح الأرض، لأن الكائنات الحية سواء كان الكائن الحي إنسان أو نبات أو حيوان بيتنفس غاز أكسجين، فلو مفيش غاز أكسجين طبعا هتموت الكائنات الحية. تستخدمه الكائنات الحية في عملية التنفس من الشكل الذي أمامك، وده التركيب الداخلي للكرة الأرضية.
استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. 1 دي الطبقة الخارجية اللي هي القشرة الخارجية. الطبقة اللي تحتها الطبقة الثانية الوشاح. الوشاح ليها اسم تاني الدثار. تحت طبقة الوشاح في اللب الخارجي، ف3 ده اللب الخارجي. الطبقة اللي في المركز اللي هي الطبقة الداخلية ده اللب الداخلي. إذن 1 القشرة الأرضية، تحتها 2 الوشاح، تحتها 3 اللب الخارجي، تحتها 4 اللب الداخلي. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة المنوفية.